السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشتركين والمشتركات معي في قناتي صحة رأسمالي. مواضيع هذه الساعة هي تضخم الغدة الدرقية والجواتر، ودائما في طرق ووسائل العلاج الطبيعية. اليوم نتكلمكم على عشبة جديدة اللي ممكن نستعملوها كي نعالج بها الانتفاخ الغدة، هذا الانتفاخ وزيادة حجم الغدة الدرقية. تعرفوا المرة اللي فاتت تكلمت لكم على أوراق الليمون، تكلمت لكم على الجرجير. اليوم نتكلمكم على عشبة جديدة وهي الهندباء أو الهندباء. هذه العشبة اللي يعرفها الكثير من الناس، فهو نبات من الورقيات الخضراء يشبه السبانخ في الشكل، وهو من الخضروات التي تعمل على علاج تضخم الغدة الدرقية بفعالية كبيرة، ويستخدم مطهور ونتناوله كطعام عادي، ويستعمل كمضاد كضمادات توضع على الرقبة. إذا هذا الهندباء ممكن نستعملوه منه ضمادات نضعوها مكان الانتفاخ. على الأقل أقل شيء نستعملوه 15 يوم، وكذلك نحاول نستهلكوه يوميا لمدة 6 أسابيع بطريقة عقلانية. فمن الفوائد الجرجير، قبل ما نتكلمكم على فوائد الجرجير نتكلمكم على أسماءه المختلفة. أسماء الهندباء: الهندباء تعرف باسم الطرخشون والشيكوريا والهندب والسريس واللعاعة، وعند الغرب تعرف بكرة المنفوخة والدودة الآكلة، وكذلك الساعة المجنونة وزهرة الربيع وأسنان الأسد، وكذلك البوال لأنه فرنسي يقول بيس أونلي، وكذلك تاج الراهب والكرة الصفراء وأنف الخنزير، وفي الجزائرية يعرفها ممكن في المغرب العربي بالتلفاف. هذا من بين أسماء الهندباء. من بين الأمور كذلك اللي كنت تعالجها الهندباء وهي فقر الدم، تفتح الشهية وهي مطهرة، وكذلك مسهلة للهضم ومفرغة للصفراء، وتدفع الحمى وتطرد الديدان، ولذلك فإنها توصف لمداواة حالات كثيرة في الجسم، منها المسالك البولية والإمساك والنقرس والتهاب المفاصل والحصوات، وكذلك فقدان شهية الغذاء والوهن السيكولوجي والأمراض الجلدية. ويشير بعض الأطباء أن الهندباء منشط طعام ومجدد للأعصاب لاحتوائه على ما يعادل 1% وزنها من الفوسفور، وتستخدم لمداواة الروماتيزم والأمراض الجلدية. أما أثرها المسهل فهو ذو فاعلية مزدوجة بفضل الخمائر المتعددة التي تحتويها، فهي كذلك تسهل وظائف الكبد لما تحتويه من مركبات خاصة بالجليكوجين، وتحفظ معدل البلية السكرية. ومن ناحية أخرى مستخرج نقع الهندباء في ماء مغلى للتو يهدئ العطش الثقيل على مرض السكري، وينظم ما يملكون إفراز البول غير المنتظم. إذا لأصحاب انتفاخ الغدة الدرقية عليكم بالهندباء، فهي جيدة جدا. نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة. ملتقى بكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. نشكركم ونقول لكم الله يجعل الشفاء إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.